أهلا أهلا، أخباركم يا حلوين؟ يا رب اليوم تكونوا كلكم بخير. حبيت اليوم إني أجرب معاكم ترند الأندومي الجديد، ترند القرمشة للناس اللي بتحب الأشياء المقرمشة. الأشياء المقرمشة تطلّع صوت أكثر من الأشياء العادية. طلبتوه مني أكتر من مرة وحبيت اليوم أعمل لكم إياه على طريقتي. المهم إنه أنا هيك بكون جهزت لكم الوصفة، وإنتوا كل اللي عليكم إنكم تجهزوا لليوم فيلم السهرة. وأكيد يا حلوين لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوا بأصبع إيدكم اليمين إنكم تعملوا لايك واشتراك بالقناة، وأكيد تعليق حلو منكم. المكونات كتير سهلة، وفي دقيقة واحدة بتكون معنا الوصفة جاهزة. أي نوع أندومي بتحبوه كسروه كتير منيح، وبعد هيك بالصحن بدكم تضيفوه، وراح أضيف عليه التوابل نفسها اللي موجودة معاه. وأكيد هنا ما في غنى عن الصوص الحار، لكن هذا الإشي أكيد بيرجع لكم واختياري بالنسبة لكم. وراح أضيف شوية من دبس الرمان أو الصويا صوص حسب المتوفر عندكم. وعارفين الأندومي إيش بعشق؟ أكيد بيعشق عصير الليمون، يعني هنا ما في غنى عن عصرة محترمة من عصير الليمون. بس هيك والله، واخلط اخلط يلي بتخلط، وهيك صارت معنا وصفتنا لليوم للسهرة جاهزة. لو حابين انكم تضيفوا بعض الخضروات بتقدروا تضيفوا قطع من الخيار والبندورة او الذرة المعلبة، بيطلع طعمها معاها كتير لذيذ. عارفين ايش ألذ اشي انكم تقدموه معاها؟ اكيد مشروبكم الغازي المفضل. انا هيك بكون قدمت لكم اليوم وصفة سهلة سريعة، بتمنى انكم تتفاعلوا معاها وتوصلوها لمليون مشاهدة. انا مش طماعة والله، بس عشمانة فيكم كلكم. وأكيد بس هيك، صحة وعافية.